والله لا توجد أيام عند الله أفضل من هذه الأيام، ألا وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة. أقسم الله بهذه الأيام فقال: والفجر وليال عشر. المقصود بالليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. في العشر الأول من ذي الحجة حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر، يوم عيد الأضحى. وشهر ذي الحجة هو واحد من الأشهر الأربعة الحرم، والأربعة الحرم هم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وأيام العشر الأول من ذي الحجة أكمل الله فيها الدين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي وهو على جبل عرفات في يوم جمعة. وأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا عند الله، بل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا عند الله، لأنها تجتمع فيها أمهات العبادات كالصلاة والصيام والصدقة والنحر والحج والعمرة وزيارة بيت الله العتيق. وأيام العشر الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة، أفضل الأيام التي تصام مفردة على الإطلاق. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: قال: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، يعتق الله فيه من النار من وقف على عرفة ومن لم يقف. لذلك صار اليوم الذي يليه عيدا للمسلمين. وأنصحك يا عبد الله: كن من المضحين في هذا العام إن كنت مقتدرا ماليا، فإن الله يغفر للمضحي مع أول قطرة دم تنزل من أضحيته. وخذ مني هذه المعلومة: يجوز لك أن تضحي دينا، ويجوز لك أن تعتمر دينا، ويجوز لك أن تحج بيت الله الحرام دينا، لكن بشرط أن يكون معك مال في المستقبل لسداد هذا الدين. هذه الأيام أيام مباركة، إياك يا عبد الله أن تفرط فيها. كل عام أنتم بخير، حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.